ريكوردات مسجات على فات وتركات دخلات على ريت الشطوطات. انا في سباق كاديلاك بتتساق. المشكلة بيني وبينكم مساحات ومسافات. اطلبها مانيك التلاتة. حتى لو بتجيني مش هتعمل حاجة، مش هتعرف انك تقفل المسافة. اجري ورا ذاتك امشي تتاتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا جماعة، اللي بيحصل في أمور الغية دلوقتي هو شيء محزن، شيء يعني مش عارف أقول إيه عنه بصراحة، ولكن الموضوع مش لطيف بالمرة. حتى لو أنا عندي اختلاف مع حد لازم أوضحه بشكل محترم، وبدام أنا شخص مؤثر على السوشيال ميديا وبيتابعني عدد من الناس زي ما كريم قال بيتابعوا الشاب والراجل والستات والأطفال، فأنت كل كلمة محسوبة عليك، ولازم تتقبل برضو النقد، لأنك أنت طالع على السوشيال ميديا معرض إنك أنت حد ينقدك. طبيعي يعني أنا ممكن حد ينقدني عادي، أنا ما عنديش مشكلة جدا، ولكن طول ما هو بيتكلم باحترام معايا أنا بكلمه باحترام جدا، ونتفاهم ونتناقش والأمور طيبة وبخير. إنما اللي بيحصل في أمور الغية في مصر شيء مش لطيف بالمرة. كريم نزيه قال 100 مرة وغلط وعاب في مربي مصر، في هواة مصر للغواية وللغواه. يعني موضوع بصراحة يعني ما كانش ينفع نغمى عينين عنه، وكان لازم نتكلم عنه. وكريم بيقول اشمعنى انا من ضمن 600 تعليق على الحلقة بتاعت أستاذ طارق علام واخونا احمد شريف، ليه اشمعنى انا اللي الناس، وبيبرر لنفسه. انا دخلت في البداية قلت في الكومنت يا جماعة انا اسف، انا مش لاقي تعبير غير ده، ان كل اللي اتقال في الفيديو ده زرت. قال لك انا ما شهرتش بحد. طب انت على الاكونت الشخصي اخدت صورة اصلا استاذ طارق علام ورحت جاي عامل عليه بلور، ورحت جاي قايل 200 مكتوب 200,000 تقريبا. ده في الفيديو عند استاذ طارق علام مكتوب 200,000 وكتب عليها ده زرت. فهو المشاهد مش غبي، والمتابع مش غبي، ومش الجمهور غبي للدرجة دي. ولما الكل طلع ينتقدك علشان انت شخص ذو محتوى مؤثر على الانترنت او على منصات السوشيال ميديا باختلاف ايا كان البلاتفورم اللي بتطلع عليها وبتتكلم عنها او بتتكلم عليها يعني بمعنى صح يعني، ولكن اسلوب بيرفضه الجميع، ما بيمثلش اخلاق الغاوي المحترم، ما بيمثلش اخلاق المربي الطير، لان لا ده موجود في الطير ولا موجود في المربي اللي بيربيه. ايا كان ناس تتفق على كلمة مربي غاوي هاوي شئنا ام ابينا، احنا دلوقتي امام قضية أثارت وتعتبر إنها فعلا أثارت الرأي العام، مش جمهور الحمام فقط، بل أي حد لو دخل اتفرج على فيديوهاتك أظن كل الألفاظ النابية يعني شيء وحش جدا 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 جدا. وأنا عمال قاعد بتفرج على 49 دقيقة كاتبهم في الورق على كل حاجة انت بتقولها.
ده عيل هلفوت. يعني هتقصد بمين عيل هلفوت غير اللي انت بتتكلم عليه في الفيديو؟ على احمد شريف ده عيل هلفوت بيربي سردة السردة. تقدروا ترجعوا لللايف اللي هو عمله، بيربي سردة السردة وبيربي فصيل انتهى وبقى نادر اللي هو فصيل بخارى. انا يا عمي يا سيدي الفاضل انا بربي بخارى، ايه المشكله؟ جيري بيربي بخارى، ناس بتربي بخارى، ومع احترامي ليك ده راي شخصي يمثلك انت، ده ما يمثلش اي حد. وانا قلت لك انك انت وصمه عار على الجيه المصريه. اسلوبك مش لطيف، كلامك مش لطيف، دايما تدعي ان انت ذو علم وذو فقه، وقال لك انا مش تاجر. طيب يا عم انت فعلا انت مش تاجر، والناس هتطلع تصدقني او تكذبني. الراجل ده كان بيبيع يا جماعه من مده تقريبا اسبوعين او قبل الاسبوعين كمان، كان بيبيع بيقول انا معايا 3 أصوص فرنش مودينا ثمنهم 15,000 جنيه. انت اتحولت لتاجر ولا لا؟ اتحولت لتاجر في مقابل. يعني انت وانت بتقول في الكلام بتاعك بتقول لنا انا مش شايف غير ان الغيه دي ان هي شيء رافع ترفيهي، وان هي سلعه ترفيهيه ما بتقعدش على حد بمنفعه، و انك انت ما بتتاجرش في طير. اولا لو هي مش بتقعد عليك بمنفعه عمرك ما كنت طلعت بره مصر. زي ما قلت انا قاعد في 4 دول، تمام، وبيتحجز لي تيكت وبروح ابني مزرعه وباسس فيها 8000 طير وباخدها حته صحراء واسسها واعملها. ده شغلك وربنا يكرمك ويرزقك، ده شيء احنا مالناش دعوه بيه، تمام. وبيقول ان انتوا المفروض تحمدوا ربنا عليا ان في مربي مصري او في حد في الجيه المصريه طالع يشرف مصر بره. هو ده لو ده بالنسبه لك ده ميثاق الشرف فاحنا نتخلى جميعا عنه. تاني حاجه انت قلت او مش قلت، يعني انت موضح على البيج الخاصه بيك على الفيسبوك انك انت حكم دولي وطبيب او معالج ايا كان. فانا صراحه انا ما شفتش يا جماعه، انا كمجدي انا ما شفتش اي حاجه حكم فيها نهائي، لا دولي ولا مصري. يمكن يكون فيه، يمكن الله اعلم، بس انا ما شفتش معرض بيحكم فيه كريم نزيه بصراحه. ودايما يدعي ادعاءات بالكذب، وما ينفعش كريم تبقى انت برضه زي ما احنا عارفين انك انت بتقعد مع مربيين فاضلين وابطال بره مصر فبيدوك نبذه عن كل فصيل، فانت بتاخد المعلومه وبتقعد ترددها في الفيديوهات، انما انت اشتغلت عليها علمي. انا ما شفتكش بتشتغل على معلومه من معلوماتك علميا يعني بصراحه، مع احترامي ليك. يعني انا بنتقدك اهو بشوف بكل احترام. قال لك انا ما بربيش جوه مصر، انا بربي بره مصر. طب ليه مستعر من مصر اللي هي بلدك، اللي هي اصلا لولاها انت ما كنتش هتطلع بره؟ وانا دايما بقول اللي بينجح بره مصر بينجح بسبب ان هو نجح جوه مصر، وان هو اختار الطريق الصعب ما اختارش الطريق السهل، والنقطة اللي ينافس منها من بعيد فيها مقاومات وفيها حاجات تانية وفيها دعم أكبر يقدر ينافس بيها هناك. فالنجاح كله من مصر. والله انت بتستعر من مصر ده امر تاني بقى احنا ملناش دعوه بيه. طلعت قلت انا ازاي انافس بعد العالميه والاحتراف و انافس عيل بيربي في قفص قوطه. اظن يعني كلمه مش لطيفه. ولو رجعنا للباك جراوند بتاعتك في الخلفيه وانت طالع من ورا اللايف
هنلاقيك في مصر عادي زي اي شخص محترم بيربي في عيون خشب، يعني ما انا مش شايف ان فيها عيبه. وحتى لو بيربي في برنيكه، بيربي في فخار، بيربي في علبه جبنه، بيربي في طشت، بيربي اللهم في الكبده اهو، وليه كل الاحترام والتقدير. وبعدين انت قلت كل الطيور اللي انت بتطلعها هناك معاك من فرخ، الله اعلم انت شريك بقى هناك، يعتبرك شريك بالمساهمه، يعتبرك شريك بالمجهود، ايا كان في المزرعه اللي انت شغال فيها، تمام؟ ولكن لو هي حاجه من فرخك بجد ورينا، يعني يا ريت تورينا الاصول عندك، بعد الاصول تورينا الاجيال اللي انت فرختها، بعد الاجيال تورينا برضو ما يثبت ان في دبله من الاساس تخص في رجل كل فرد، هو لا عيب ولا حرام مادام هي طيور. عشان انت زعلان من الناس ان هي بتقولك ان انت بره انت ما تملكش اي شيء. وبعدين الطير اللي انت بتربيه ده يا كريم بيربي الحب، بيربي المودة الرحمة. انا مش شايف اي مودة ورحمة وتعاملك مع انك طالع بتهاجم وهجوم شديد وقاسي وباسلوب سيء جدا. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني. يا كريم، مش مقبول انك تلعب على الذكاء العاطفي للجمهور وتستعطفهم باسلوبك كأنك الحامي الوحيد للغواة في مصر. الهواية دي اكبر من اي فرد، ومفيش حد ينصب نفسه انه حمى حماة الغواة. الهواية مبنية على التقدير والاحترام، مش على انك تكسب مشاهدات من ورا مشاعر الناس. رسالتنا ليك بسيطة، لو عندك خبرة او معلومة شاركها، واحنا اول ناس هنقدر ونسمع لك. لكن لو هتكمل على طريق التريقة واللعب بالمشاعر، صدقني ده مش هيكسبك احترام الغواة. في الاخر احنا كلنا غواة وبنحب الحمام، والهواية دي ليها قيمة اكبر من اي شو او استعراض. يا جماعة، هي دي الحتة اللي انا كنت بدور عليها، اللي هم دول مجموعة تجار بيعملوا كده ونقوا انضف واحد فيهم واتكشف وقال عنوان الفيديو، وده برضه اللي هو عنوان الفيديو بتاع اخطر ملف في الجية تقريبا او حاجه زي كده. طبعا احنا عارفين ان الهوكات دايما او العناوين هي اللي بتشد الجمهور، فده طبعا ما يعابش خالص على استاذ طارق، مع ان الراجل ده ليه الحق ان هو يطلع يا كريم يقضيك ويروح لاي سلطه مختصه ويعرف يقضيك فيها ويثبت الكلام اللي انت قلته. كمان بيقول بعتوا لي على الخاص شتايم. انا على ما اظن ان مفيش مربي محترم هيبعت لحضرتك حاجه على الخاص وفيها شتايم، وبعد كده لو حاجه زي كده اطلع واجه بيها الناس، ويبقى ساعتها ليك حق وهتلاقي الناس بتقف معاك. قال انا كمان نازل بريح في مصر وهرجع لمحتواي. يعني اللي انت عارفه اللي انت طالع تعمله ده عكس محتواك بقى، صح كده ولا انا غلطان يا جماعه؟ يعني لو انا غلطان يا جماعه حد يقول. قال برضو على احمد شريف ده عيل هلفوت ومعاه سردة السردة وبيربي فصيل وباب البخارة اللي هو انقرض من سنين السنين، وانا هطلع اقول لكم ايه اللي موجود وايه اللي عليه يعني الناس عليها اقبال وبتاع. يا عم انا كمان بربي بخارة، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ فصيل اتنسى وزي ما انت بتقول يعني على كلامك، مع ان في ناس كتير بتحب الفصيل ده وبتقول ان هو لسه ان هو يعني ناس بتحبه وبتربيه، وبدليل ان في ناس لسه عندها منه في مصر وبتشتغل عليه وبتحاول تطور فيه على قد ما تقدر. واحمد انا بعتبره ان هو البطل الحقيقي والمجهول، احمد شريف، انه قدر يطور حاجه زي كده. كمان احمد طور في المؤسسات المصريه، قدر
يحسن لك طيور كتير جدا، مع اني انا عندي كمجدي كشخص كأنا اختلاف مع شكل الفصيل حاليا، لان ما كانش ده شكله الفصيل زمان. وقال لك ان التطوير في مجال ان احنا نحسنه ويبقى ليه محاسن. بس انا شايف ان من اكتر الحاجات اللي اتطور فيها المراسله المصري، انا حاسس ان بقى ده التطوير اللي حصل فيه حصل ان عمل له عيب. فانا ماليش دعوه، انا برضه شوف بقول لك انا بختلف، وقلت كلام محترم جدا، قلت انا بختلف، ما طلعتش غلطت في حد، ما طلعتش قلت ان الحاجه اللي بتتباع دي غاليه، ولو حتى هي غاليه انا هطلع اقول انا حاسس يا جماعه ان السعر مبالغ فيه. وبصراحه الترم يعني ما يسوالوش الارقام دي. بكل ادب وباحترام اهو، لا طلعت غلطت في شخص سين صاد عين، مش علشان كده، علشان كلنا الحمد لله كلنا على قلب راجل واحد. وهو برضو في الاول وفي الاخر ليه الحق، والراجل قال لك تقييمه ب 4000 دولار وهو حر. ما في طيور بتتباع ب 5000 دولار بره، في طيور بتتباع ب 10000 دولار بره، في طيور بتتباع ب 20000 دولار بره. فرق السعر والعمله هو اللي عامل ده مشكله في مصر، ودي حاجه احنا ملناش دعوه بيها بقى، مش مجالنا ومش هنتكلم فيها اصلا، مش بتاعتنا. لان الدولار عامل زي الجنيه بره. ايه المشكله؟ ايه مشكلتك يعني؟ انا مش فاهم برضه ايه المشكله. ما هو برضه لو واحد انا عايش برضه في امريكا وبشتري من مربي زيي، وراح جاي قال لي ب 20000 دولار، ورحت جاي نازل بيهم مصر، قلت له يا جماعه الطير ده يسوى بره 20000 دولار واللي كذا والكذا والكذا، وشرحت. اللي عايز يشتريه يشتريه، اللي مش عايز يشتريه براحته، يعني دي حاجه ترجع له هو. اظن دي ما فيهاش شيء. ودايما بيقول لك ما بين البايع والشاري يفتح الله، لان البيع هنا بيقع ما بين طرفين وارادتهم بمحض ارادتهم، يعني مفيش حد اكره على الشيء ده، محدش ضربه على ايده ان هو يشتريه بالسعر ده. انت حاول تمسك اعصابك شويه. انت المفروض الناس طلعت تهاجمك ليه؟ انك انت راجل ذو محتوى زي ما بتقول، والراجل بتطلع بتتكلم وقلت انا بعبر كذا وانا عايش بره، فانت بتعبر على لسان المصريين في الهوايه اللي بيحبوها اللي انت برضو بتحبها، تمام؟ فالناس خصتك انت بالذكر، ما خصتش الناس التانية، لان انت شخص دلوقتي مؤثر. فلما الاسلوب يكون صعب وقاسي بالاسلوب ده، وانك انت تطلع تقول بعض الالفاظ النابيه اللي يعني مش عايز اقول ان هي فعلا تكاد ان هي منحطه، اللي احنا ما بنسمعهاش غير في الافلام والحاجات الوحشه، وزي ما بيسموها بلغه السرسجيه. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ يعني مش اسلوب خالص والله، ده مش اسلوب نهائي 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 يعني. فيا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، بس بصراحه يعني الدنيا مش لطيفه والدنيا مش حلوه بصراحه، وانا زعلان جدا ان لما نلاقي حاجه زي كده. وانا بقول لك اهو يا كريم، لو انت فضلت بتتعامل بالاسلوب ده فانت لا تمثل الا نفسك. ومن رايي الشخصي بقى في الاخر خالص، النوادي يا جماعه، النوادي في مصر بجد رساله يعني. اي مربي وغاوي محترم حابب ينضم الى النادي او الفصيل اللي بيقتنيه وبيربيه، ولو على الاقل حاولوا تعملوا ليه اختبار. لازم يكون عندنا تطوير، زي ما في تطوير في التكنولوجيا والدنيا، حاول نعمل تطوير. نحاول مثلا ان احنا
نعمل منتدى، نعمل موقع، نعمل اي شيء، نستغل الفيسبوك بما انه هو ما بيكلفش الناس كتير غير اللي هو النت، ونطلع نعمل تيست مع الناس اللي حابه تنضم ونسالهم بعض الاسئله لايف او فيديو كول مثلا. ده تيست او ده اختبار علشان ينضم الى النادي. مش شرط ان هو يكون عنده المعلومات 100%، ولو على الاقل عنده 50% عن الحاجه دي وفعلا بيربي وفعلا فرخ وفعلا اثبت ده، خلاص ينضم الى النادي. لكن مش كل من هب ودب حب يجيب حمامه ويشتريها عايز يخش النادي وعايز يشارك في معارض. انا من رايي ان لما الحلقه تضيق احسن من الحلقه توسع، واختلاف الناس على المواصفات والستاندر في باقي الفصائل وخصوصا الجزار المصري، لازم المربي اللي داخل ده يفهم هو بيربي ايه، يبقى عارف فعلا الحمام ده ايه. فين النادي اللي اعتمد ده؟ بيدفع اشتراك للنادي ايا كان، سنوي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، ايا كان، لتطوير النادي والمعارض. ومن الافضل انه يكون في مزادات. ليه هنا ما نقدرش نعمل مزاد بعد كل معرض؟ على فكره دي هتبقى نقطه جذب حلوه جدا، وهتخلي ان يكون عندنا مربيين عايزين يخشوا الفصيل ده وفعلا يقتنوا الفصيل ده ويربوا فيه، ويبقى عددنا في الباب اصبح ان احنا كبار بس مبني على فهم ومبني على علم تحت ايد اساتذه ومربيين فاضلين محترمين وغاويين وابطال في مصر. يعني الموضوع سهل وبسيط، لان احنا مش عايزين حد برضو يطلع يكون بيربي حمام ويطلع يغلط فينا كلنا كمربيين مصر بالاسلوب السيء ده. اسلوب سيء جدا، وانا على ما اعتقد ان مفيش حد محترم في الجيه يرضي بالكلام ده. شئت ام ابيت اختلفت على موضوع او على النزاع اللي ناشئ الا وهو سعر البيع. اعترض براحتك وليك حق كل الاعتراض. هو ده يا جماعه اللي احنا عايزين نقوله وعايزين نفهمه للناس باسلوب محترم، باسلوب الناس تبقى متقبله منا. ويا جماعه احنا قلنا الطير بيحمل رساله السلام، بل في بعض او في معظم الدول الكبيره واخده الحمام رمز للسلام. اذا كان انت ازاي انت طالع دلوقتي وما عندكش القدره انك تسيطر على غضبك وما عندكش سلام نفسي وداخلي من جواك وانت بتتكلم مش قادر تتحكم قدام الكاميرا؟ اللي بيقتني الطير ده طير وافي جدا، طير يعني في قمة الأخلاق العالية. وانت بتشوف الحمام اللي بيطلع حنين وبيخاف على زغاليله وبيخاف على العش بتاعه، والدكورة اللي يا دوبك ما بتحط ايدك جوه السلاكة تحاول تضربك علشان شفت الطير نفسه. شوف سبحان الله وسبحان الخالق، يعني خلق فيه ايه؟ لا حد علمه ولا حد مشاه على اكاديميات ولا حد مشاه على اي حاجه، وسبحان الله على فطرته وعلى غريزته بيتعامل. وفي الاول وفي الاخر رمز للسلام. فاين انتم من السلام الان؟ في الساحه. فربنا يهدينا ويهدي الجميع. واحنا يا جماعه بنحاول نتعلم، والانسان بيتعلم لغايه اما بيموت. شوف
مهما بلغت من العمر قد ايه هتفضل بتتعلم، وده مش عيب خالص. مش عيب ان انا اتعلم مره واثنين وثلاثه واربعه، وان ارجع اطبق واغلط واتناقش مع ده واتناقش مع ده واتناقش مع ده. ما قلتلكش ان انا ذو علم وفقيه الفقهاء في الحمام مثلا، او انك انت ممكن تقدر ترجع لي كمرجع اساسي او رسمي، ولكن خبرتي مع الحمام دي اللي بحاول انقلها. وانا ما بدورش على ريتش ولا بدور على اي حاجه، بدليل ان اليوتيوب القناه بتاعتي انا ما بطورش فيها، وانا مش حابب اطور فيها، ومش حابب ان استخدمها تبقى ليا ربح. الحمد لله ربنا رزقني بشغلي ايا كان اللي بيجي منه فضل ونعمه، وانا حامد ربنا عليه وبس. الموضوع سهل وبسيط. وانت شايف ان هي سلعه رفاهيه، ماشي، هي سلعه رفاهيه واحنا مش منكرين لده، لكن لو هي مش ذو منفعه انت ما كنتش تبقى بره مصر بصراحه يعني يا كريم. لو هي مش ذو منفعه يعني، ولو هي مش ذو منفعه ما كنتش طلعت برضه انت على السوشيال ميديا وقدمت لنا محتوى على اي بلاتفورم محترم. صح كده ولا انا غلطان؟ فما تطلعش تقول الشيء وعكسه وتبقى متناقض. انا لو عايز غلطتك بالاسلوب المحترم ده، ومش هقدر اتطاول عليك بلفظ او ايا كان، ولكن كل الناس قالت لك انت كلاف، وانا قلت منهم نتيجه لافعالك السيئه يعني. وعلى فكره كلاف دي مش قله ادب خالص يا جماعه، مش قله ادب خالص. مهنه محترمه، راجل بيتعب بعرق جبينه وبياخد فلوس عليها، بس انت اللي خليت الناس تقولها لك باستهزاء، لان انت طلعت استهزأت بالناس والناس انتقدتك. وانت لازم تعرف ده، انك انت كصانع محتوى على النت او على السوشيال ميديا معرض ان اي حد ينتقدك، بس النقد عن نقد شيء، ونقد باسلوب بناء محترم نحترمه، ويبقى في لغه نقاش. حتى لو في اختلافات نقدر بالتفاهم والود والمحبه اللي ما بيننا، اللي هو الرساله اللي بيوصلها لنا الحمام، نقدر نتكلم. انما الجعجعه والصوت العالي ملهمش اي حاجه، ملهمش اي لازمه. وانا زي ما انا قلت، واذا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام؟ بما انك انت راجل قعدت تذكر ادله من القران الكريم، افتكر برضو دي حاجه علشان الناس تفضل بتحبك وتفضل مؤثر في الناس. وحاول تتعلم الثبات الانفعالي اكتر من كده علشان ما تقعش في اغلاط كتير يا كريم، وتقلل من كلامك كتير علشان كلامك كتير هو اللي بيوقع في الغلط. انا اسف لحضراتكم لو طولت عليكم، ولكن كان موضوع يستحق ان احنا نتكلم عنه، وما ينفعش ننكره، وما ينفعش برضو ان احنا نعمل نفسنا مغطيين عينينا عنه. لازم نتكلم فيه. وشكرا لكل حد هيتفرج على الفيديو ده. انا كنت حابب ان هو يكون كان لايف، ولكن انا علشان تعبان هتلاقيني حتى انا بسجل من اوضه نومي، وانا عمري ما سجلت من اوضه نومي اصلا. لكن انا فعلا حرفيا انا تعبان وهعمل عمليه الاسبوع الجاي، فللاسف فغصب عني، نسال الله التسهيل يعني نعدي من المحنه دي. اتمنى من الجميع ان الكل يحب بعضه، الكل يسامح بعضه، ويدي فرصه جديده لعل تكون بدايه جديده. ومش عيب ان احنا نتعلم من بعض، تمام؟ بل بتلاقي في ناس صغيره في السن
بتعلم ناس كبيره والله، بس باخلاق، بادب، باحترام، بمحبه، بود. وهو ده الدايم ما بيننا. لان الكفن ملوش جيوب. وشكرا جزيلا ليكم.